ليه كلب البحر اسمه كده؟ ليه ما قالوش عليه أسد البحر زي ما ناس تانية بتسميه؟ وليه أصلا حيوان شكله مش كلب ولا ليه علاقة بالنباح؟ وفي حاجة غريبة في جسمه بتخلي اسمه منطقي جدا. كلب البحر واحد من أكتر الحيوانات اللي الناس بتتلخبط بينها وبين الفؤمة، ومع إن شكله هادي بس في صفة واحدة هي اللي خلت العلماء يقولوا عليه الاسم ده من مئات السنين. الميزة دي مش في صوته ولا في شكله ولا في طريقة أكله. الميزة الحقيقية موجودة في حركة معينة بيعملها وبتفاجئ أي حد يشوفه لأول مرة. إزاي حيوان بحري يسمى كلب وهو أصلا مش بينبح ولا ليه علاقة بالكلاب؟ قبل ما أجاوبك اضغط لايك واشترك في القناة عشان تستمتع بقصصنا في نص الليل. الحقيقة إن كلب البحر اتسمى كده بسبب سلوكه الاجتماعي. الحيوان ده بيعيش في مجموعات منظمة جدا فيها قائد وفيها أفراد للحماية وفيها تقسيم أدوار، نفس فكرة قطيع الكلاب اللي بيشتغل مع بعض. غير كده عنده قدرة على الجري على الشاطئ بطريقة قريبة من حركة الكلب، وده اللي خلى البحارة الأوائل يربطوا بينه وبين الكلاب أكتر من أي حيوان تاني. أما صوته فهو مش نباح، لكنه قريب من نبرة قصيرة وحادة بتخلي أي حد يسمعها يحس إنها شبه محاولة نباح بحري. اكتبوا في التعليقات عايزين الفيديو الجاي يكون عن إيه.